طلعنا من محطة مترو العتبة وماشيين دلوقتي تحت كوبري الآثار رايحين لأرخص محل مستلزمات الخيوط في العتبة عموما. المحل ده اسمه شركة مصرية للخيوط. ده الرقم بتاعهم قدام رجب العطار، تحت كوبري الأزهر. ده بيبيع أحسن خيوط بجد، مستوردة كلها ونضيفة وخامات كتيرة قوي وخوص وحاجات اللي هو شغل مكرميات، وغير الخيوط اللي عنده أشكال والوان. يلا بينا نيجي أوريكم اللي بقى أنا جبته عشان من نوريكم عندهم. الخامات اللي احنا جبناها من المحل اللي احنا وريناها لكم في قبل الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتستنوا اي فيديوهات تانية جديدة من احسن محلات انا بجيب منها الخامات باحسن اسعار. نيجي بقى نفتح بقى اللي هي اول حاجة، اول الشنط. اول حاجة انا جبت اللي هو خيط مكرمية زين اوف وايت. الفتلة دي بحبها جدا. هي بتكون ناشفة بس بتكون في نفس الوقت بتخلي الشنطة ماسكة بعضها وبتبقى يعني مبتبقاش كتير وبتبقى حلوة جدا. تاني لون هو بيج فاتح زي ما انتم شايفين كده. جبت 2 كيلو. الباكت دي كلها عبارة عن 2 كيلو لان الاربع بكرات بتاخد كيلو واحد بس. واللي هو الاوف وايت برضو نفس الكلام 4 كيلو زي ما انتم شايفين كده. دول كلهم 4 كيلو، يعني اوف وايت 2 كيلو والبيج 2 كيلو. نيجي بقى نفتح الشنطة التانية زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة احنا جبناها اللي هو الخيط سلسلة لون اسود حلو جدا زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا، فيه لمعة حلوة قوي. في نفس الوقت الكلاتش نفسها اللي هي مقاس ميديوم بتاخد حوالي 3 بكرات او اقل من 3 بكرات. احنا جبنا كيلو. الكيلو عبارة عن 4 بكرات. تاني حاجة اللي هو خيط اسمه اللي هو رمش عين او ليش. الخيط ده جميل جدا في عمل الشنط، بتبقى شكلها شتوي اكتر. اللون ده هعملوه مع اللي هو خيط سلسلة، اللي هو الخيط السلسلة اللي هو الرفيع بيبقى حلو جدا في الشنط زي ما انتم شايفين كده. هي دي الشنطة اللي انا عملتها، هنفذها برضو بس في اللون ده. بقى نشوف بكرتين برضو اوف وايت. يعني انا كده جايبه 6 بكرات. لا مش 6 بكرات، هي عباره عن 4 و4 واللي هي الاتنين دي يعني 10 بكرات من الخيط اوف وايت. بعد كده طبعا جايبه اللون هو البني ترندي حلو قوي في الشتاء. جايبه حوالي اللون اللي هو البيج الشتوي ده جايبه منه 6 بكرات. طبعا هو اللون ده حلو قوي. اللون ده حلو جدا ان احنا نعمل منه كلاتش او شنط، اللي هي الشنط بتاعت خروج، شنط جامعة، شنط اي انواع الشنط انتوا حابينها. بقى نفتح الناحية دي برضو. جايبين اللي هو خيط اللي هو اورنج، لونه اورنج حلو جدا. اللون الاورنج نازل من زين، لون فاقع وحلو قوي في نفس الوقت جديد غير الالوان القديمه لان الالوان القديمه كان شكلها لونها باهت خالص. ده لونه اورنج. جبت منه 4 بكرات يعني كيلو مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وجبت كمان اللي هو خيط اللي هو سلسله لونه زيتي 3 بكرات. هعمل برضو كلاتش اللي هي لونها زيتي اللي هي ميديوم، بتكفي 3 بكرات بس. زي ما انتم شايفين الالوان دي جميله قوي. واللونين اللي هو مكرميتين برضو لونه هبان، ده بيكون لون افتح من اللي هو البيج اللي تحت ده بس. جبت بكرتين برضو عشان هعمل منها كلاتش زي ما انتم شايفين كده. جبت 3 بكرات اللي هو السلسله لونه جل، لون اللي هو الذهبي ده جميل قوي بصراحه. هعمل منه برضو كلاتش لونها ميديوم اللي هي لون اللي هو جولد بس ميديوم زي ما انتم شايفين كده. وجبت 3 بكرات اللي هو خيط الميتاليك اللي هو لونه اسود زي ما انتم شايفين. الفتله حلوه قوي، اللمعه بتاعتها قويه. بتاع خيط الماركه اللي اسمها ماكرون، جميل جدا. بحب جدا اللون الاسود، بيبقى شكله حلو جدا في الشتاء او صيف. يعني هو بصراحه كلاتش اللي هي الميتاليك لون اسود لون فخم بصراحه.
بيليق مع اي لبس اللي انتوا بتحبوا تلبسوه. جبنا 10 فريمات اللي هو فريم 15. انا مسميه اللي هو فريم سمول لان هو بيكون اصغر فريم. زي ما انتوا شايفين كده اللي هو 10 فريمات 15 بيبقى بتعمل منه كلاتش كده صغيره جميله جدا مناسبه لكل الاعمار عادي، وسعرها بيكون كويس في نفس الوقت. واخيرا احنا جبنا اللي هو الخيط بتاع السلسله اللي هي السلسله مجدوله اللي هي لونها دهبي زي ما انتوا شايفين كده جميله قوي. جبنا حوالي 10 سلاسل منها عشان الشنط اللي احنا بنعملها بتحتاج اللي هي سلاسل زي ما انتوا شايفينها، اللي هي دي سلاسل دي نوع جميله قوي وفي نفس الوقت بتدي شكل يعني شكل لويال وفي نفس الوقت شكل بروفيشنال بيبقى حلو جدا. وجبت سلسله واحده لونها اسود. اللون الاسود ده جميل جدا مع الشنط اللي هي الميتاليك سودا او اي الوان اللي انتوا عايزينها. بيمشي مع الزيتي وبيمشي مع الاورنج، بيمشي مع اي لون انتوا حابينه بس على حسب بقى الموديل اللي انتوا حابين تعملوه. زي ما انتوا شايفين كده الاوردر اللي احنا جبناه ده كله حوالي 2400 وشويه. جميل جدا، تقدري تفتحي بيه مشروع، تعملي بيه اي اشكال انتوا عايزين تعملوا كلاتش، عايزين تعملوا شنطه بالخيط اللي هو المكرميه زين. النوع ده نوع مكرميه قطن، في نفس الوقت بيبقى حلو قوي في الشنط اكتر من مفارش. ليه؟ عشان الشنط بتكون طريه وكمان تلاقوها ماسكه في بعضها اكتر وبتعيش وقت طويل. ادينا جبنا اللي هو الالوان دي كلها من مكرميه زين، وجبنا اللي هي السلاسل اللي هي الجولد والسيلفر، وجبنا اللي هي خيوط السلسله والخيط الميتاليك والخيط رمش عين والفريمات. طبعا كل الحاجات دي كلها اتمنى يكون فيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان تشوفوا فيديوهات اكتر لاحسن محلات انا بجيب منها الخامات دي. الخامات الهاند ميد عموما بيبقى فيه خامات تانية في المحل زي الشبك، زي اي خامات تانية زي البافي، زي اللي هو الخيوط القطن اللي زي دي بقى. اي حاجه اللي انتوا حابينها هتلاقوها في المحل اللي احنا صورناه ده. اتمنى بقى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، اشوفكم في الفيديوهات الجايه. باي باي.